فيتوريا اعتمد طريقة 4-3-3 علشان يلعب بيها كطريقة رئيسية لمنتخب مصر. وفي 4-3-3 محاور الارتكاز أكتر ناس بتجري في الملعب، أكتر ناس بتقوم بأدوار هجومية وأدوار دفاعية. علشان كده واجب جدا إن أنت تكون بتحتفظ بثلاث لعيبة عندهم شراسة في استعادة الكرة، عندهم وعي تكتيكي وخططي هايل جدا، عندهم قدرات على إن هم يغطوا في الباك رايت لما الباك رايت بيتحول لجناح والجناح يتحول لفيرود، والجناح ده نفسه بيغطي على مكان محور الارتكاز في حالة الكاونتر اتاك علينا. فاذا انت عدم اختيارك لمحاور ارتكاز قوية هتلاقي ان دايما عندك جاب سواء في نص الملعب او في المساحات خلف الأظهرة، ودايما المساحات دي بتكون آه، ثغرات بتؤدي الى اهداف زي ما حصل في ماتش موزمبيق وجه فيه الجون من ورا محمد حمدي، وزي ما حصل في الجون الثاني في ماتش موزمبيق بانك تم اختراقك من قلب الملعب لانك ما عندكش محور ارتكاز قوي يقدر يقابل من قدام. اتمنى ان احنا نكون اتعلمنا الدرس، واتمنى فيتوريا ما يكبرش. شكرا. سلام عليكم.